السلام عليكم. دونك في هذه الفيديو غادي نشوفوا الجزء الثاني ديال الدرس الاول من دروس ماده الفيزياء والكيمياء لتلاميذ السنه الاولى اعدادي. دونك الفيديو اللي قبل من هذا في لابارتي الاولى الجزء الاول شفنا فيه لاكتيفيتي الاولى والاكتيفيتي الثانيه. دونك في هذا الفيديو في الجزء الثاني غادي نديروا لاكتيفيتي الثالثه والاكتيفيتي الرابعه. دونك لاكتيفيتي دوكيمونتير 3 النشاط الوثائقي الثالث غادي نشوفوا فيه ايتاب دو سيكل دولو. دونك لي زيتاب هما المراحل. سيكل دولو هي دوره الماء. دونك غنشوفوا ان الماء في الطبيعه كيخضع لواحد الدوره، واحد السيكل اللي غادي نسموها سيكل دولو، دوره الماء. دونك كتعرفوا المراحل ديالها. دونك لو سيركول ان بيرمانونس، الماء سيركول بمعنى يدور ان بيرمانونس بشكل دائم او بشكل مستمر sans arrêt بدون توقف sur terre على الارض. دونك الماء دائما كيبقى كيدور في الطبيعه بدون توقف. اي سوبي بمعنى انه كيخضع سوبي ان سيكل، واحد الدوره، كيخضع لواحد الدوره permettant تمكن لو رينوفيلمون دو سي سورس. رينوفيلمون بمعنى تجديد سي سورس مصادره. دونك الماء كيخضع لواحد الدوره في الطبيعه، واحد السيكل دورو اللي كتمكنوا من انه يعاود يجدد المصادر ديالو. غنتعرفوا على هذه المراحل هذه. دونك اول حاجه دونك سو ليفي دو لا شالور دي سوليي، دونك تحت تاثير حراره الشمس. دونك الشمس كنعرفوها انها كترسل واحد الاشعه يعني حراريه. لي زون سوبرفيسيال المياه السطحيه. دونك شنو هي المياه السطحيه اللي كتعرفنا عليها في الفيديو الاول، بحال مثلا البحار لي مير، لي زوسيون المحيطات، لي ريفيير الانهار، لي لاك البحيرات، لي باراج السدود. هاد المياه اللي توجد فوق سطح الارض شنو تيوقع ليها؟ كتضرب فيها الاشعه ديال الشمس وكتبخر. دونك بحال الشتا ملي كطيح الشتا كاين واحد الجزء ديال الماء كيتسرب يعني تيهبط لتحت ديال الارض، وكيبقى واحد جزء ديال الماء فوق السطح ديال الارض كتضرب فيه الشمس وكيعاود يتبخر. دونك تحت تاثير الحراره ديال الشمس دونك المياه السطحيه هذوك لي زو سوبرفيسيال ديال البحار ديال الانهار ديال لي ريفيير لي لاك لي باراج، ملي كتضرب فيهم هاد الاشعه ديال الشمس شنو كيوقع؟ كيسخنوا وكيتبخر. وهاد العمليه اش كتسمى ايفابوراسيون، تسمى بالتبخر. دونك شنو تيوقع لهاد المياه هادي؟ سي فابور بمعنى تتبخر اي سو ترانسفور وكتحول اون فابور دو لبخار الماء. وهاد العمليه هادي شنو كتسمى ليفابوراسيون اللي هي التبخر. وهادو اللي غندير لكم بالزرق تحفظوهم، هذه المرحله الاولى. اذا المرحله الاولى شنو هي التبخر. دونك الشمس او الحراره ديال الاشعه ديال الشمس دونك كتسخن لينا هذيك المياه السطحيه، والمياه السطحيه كتبخر وكتطلع الفوق على شكل بخار ديال الماء. دونك لا فابور دو البخار ديال الماء دوفيان بلي ليجير، تيولي خفيف. دونك الماء ملي تيتبخر تيولي خفيف ملي كيتحول الى بخار الماء. بحال ملي تنديروا الماء مثلا في المقراج كنديروا ليكيد، تنديروا سائل، ولكن ملي كيسخن وكيتبخر هذاك البخار شنو تيوقع له؟ تيخرج من المقراج وكيطلع، ماشي تيخرج وكيهبط. علاش كيطلع؟ لانه تيولي خفيف. دونك هذاك البخار ديال الماء لا فابور دو دونك دوفيان بلي ليجير، تيولي خفيف. اي مونت بمعنى يصعد دون لاتموسفير. لاتموسفير كما قلت لكم هو الغلاف الجوي. دونك منين كيتبخر هذاك الماء شنو تيوقع له؟ كيطلع في الغلاف الجوي في السماء كيف ما عندنا هاد الاسهم هذا. دونك هذا هو التصاعد ديال البخار ديال الماء، وهذه العمليه قلنا تسمى بالتبخر. اي سو ميلونج افيك لير فرواد. سو ميلونج معناه كيتخلط مع الهواء البارد. دونك هذا البخار ديال الماء منين كيطلع في الغلاف الجوي شنو كيلقى الهواء بارد كيتخلط معاه. وشنو تيوقع؟ اي سو كوندونس، كيتكاتف يعني كيعاود يتجمع. تكاتف بمعنى كيعاود يتجمع اون غوتلات، لي قطيرات. لي غوتلات هما القطيرات يعني صغيورين، ولي غوت هما القطرات. لي غوتلات هما القطيرات يعني تيكونوا صغيورين. وهاد العمليه شنو كتسمى لا كوندونساسيون. سي لا كوندونساسيون اللي هو التكاتف. بارفو نقدروا نسميوه ليكيفاكسيون، الاساله. دونك هاد البخار ديال الماء اللي كيطلع في الغلاف الجوي شنو تلقى البروده، تلقى الهواء بارد. وشنو كيوقع له؟ كيتوقع له العمليه ديال التكاتف، يعني كيتكاتف وكيتحول لياش غوتلات دولو يعني قطيرات ديال الماء. وهو اللي كيشكل لنا هاد السحاب هذا اللي كنشوفوه في السماء الفوق. بحال ملي كتكون في الحمام، تتدوش تيطلع داك البخار ديال الماء. ملي كيطلع السقف الفوق شنو تلقى السقف بارد كيعاود يتجمع كيتكاتف وكيعاد يتحول الى قطرات ديال الماء. دونك هذه العمليه ديال التكاتف، هذه المرحله الثانيه لا كوندونساسيون. سو كي بيرمي لا فورماسيون دي غوتلات، وهذا كيمكن من يتكون لا فورماسيون دي غوتلات، تكون قطيرات ديال الماء. دونك التكاتف يا اما كيتحول الى قطيرات ديال الماء غوتلات دو، ou bien solidifier solidifier l'eau، ولا كيتجمد. solidifier بمعنى كيتجمد الماء
اون غريل وكيتحول الى برد. الغريل شفناه في الفقره الاولى، الغريل هو البرد، هو اللي كنسميوه التبروري، وبيان ناج ولا الثلج. سي بون. دونك هذاك الشيء اللي كيطيح من الفوق ما تيطيحش لا كلاص، يا اما تيطيح على شكل غريل اللي هو برد اللي هو تبروري او لا برد، او لا كيطيح على شكل ناج اللي هو الثلج. وهذه العمليه شنو كتسمى؟ لا سوليديفيكاسيون، كتسمى التجمد. اذا هذا البخار ديال الماء اللي كيطلع ملي كيتبخر توقعوا له جوج ديال الحويجات. تيتكاتف اول حاجه، من تنقولوا كيتكاتف يعني كيتحول الى قطيرات ديال الماء، او لا كاين واحد الا كانت البروده بزاف، الا زاد طلع وبرد بزاف كيتحول الى غريل، يعني تيتسوليديفيا، كيتجمد، كيتحول الى غريل برد وكذلك ثلج. وهذه العمليه تسمى بالتجمد. دونك هذه المرحله الثالثه. دونك ماتنون لو غوتومب، الماء كيعاود يطيح. غوتومب بمعنى كيعاود يطيح ولا كيتساقط. لو غوتومب سو فورم دو بلوي، كيعاود يتساقط على شكل مطر. دونك هذا الماء هذا اللي كيتكاتف كيعاود يتساقط، كيعطينا دي بريسيبيتاسيون، تساقطات. دونك سو فورم دو بلوي يا اما على شكل مطر ولا على شكل نيج، شكل ثلج، ولا على شكل غريل، وهادو كيتسماو لي بريسيبيتاسيون. دونك سي لا بريسيبيتاسيون. دونك شنو هي بريسيبيتاسيون؟ هي التساقطات. وهاد التساقطات هذه تقدر تكون على شكل بلوي امطار، وتقدر تكون على شكل نيج اللي هي ثلوج، وتقدر تكون على شكل غريل يعني شكل تبروري. سي بون. هادو كلهم كيتسماو تساقطات. هذه المرحلة الرابعة اللي هي لا بريسيبيتاسيون، التساقطات أو التساقط. سيلسي سيبيس، دونك هذه الأخيرة. دونك هذه المياه هذه اللي هي ديال لي نيج و لي نيج، دونك سيبيس كتخضع اون فيزيون. شنو هي فيزيون؟ هي انصهار. دونك هاد التساقطات يا إما كطيح على بلوي اللي هو سائل، يا إما كطيح على شكل نيج اللي هو ثلج، اللي هو الثلج. وهذا الثلج هذا كيطيح وكيشكل لينا لي كلاص اللي كنسمينا ديك المره لي كلاسيي على الجبل. سي بون. دونك في الحصه اللي فايته سمينا لي كلاسيي. دونك لي كلاص شنو هو؟ في الاول هو صراحه تيطيح على شكل ناج، يعني تيكون خفيف، ومني تيطيح على الارض وعلى الجبل تيقصح، تيوليه ملي تيقصح تيولي كيتسمى كلاص. دونك شنو هي فيزيون؟ هو الانصهار. دونك هاد الناج وبيان هاد الكلاص شنو تيوقع له؟ كينصهر، يعني كيعاود يتحول الى ماء سائل بوغ غامني ا ليطا ليكيد، باش يعاود يرجع للحاله السائله. بوغ غامني ا ليطا ليكيد، باش يعاود يرجع للحاله السائله. اي il s'infiltre dans le sol، وكيعاود يتشرب اولا كيتسرب. دونك هذا الماء هذا اللي كيطيح ديال الامطار ولا الماء اللي كيوقع له الانصهار، فيه واحد الجزء منه كيوقع له سكون ابيل لانفيلتراسيون. لانفيلتراسيون هو التسرب، يعني كاين واحد الجزء ديال المياه اللي كتشربوا الارض، يعني كيتسرب الباطن ديال الارض. تنقولوا هذه العمليه كتسمى لانفيلتراسيون. دونك il s'infiltre dans le sol، يعني كيتشرب اولا كيتسرب في التربه ديال الارض، pour alimenter les nappes phréatiques، لتغذيه المياه اولا الفرشات المائيه. دونك لي ناب فرياتيك هما الفرشات المائيه. دونك واحد الجزء ديال الماء كيتسرب تحت الارض، لانفيلتراسيون، والدور ديال هذه المياه هذه هي انها تغذي ليا الفرشات المائيه. دونك الا كان مثلا البير واكح ما فيش الماء كيعاود يعمر، الا كانوا الفرشات المائيه اللي تيكونوا تحت الارض حتى هما قلالو كيعاود عاوتاني يعمروا بالماء. دونك هذا هو الدور ديال المياه اللي كتسرب، كتعاود اليمونتي ولا كتعاود تعمر ليا هذوك المياه الجوفيه لي ناب فرياتيك ولا الفرشات المائيه. سي بون. وهاد العمليه شنو كتسمى؟ بلانفيلتراسيون، اللي هي التسرب. دونك جزء ديال الماء كيتسرب. دابا غنشوف واحد الجزء اخر شنو كيوقع له. اي سيكول، يعني سيكول يعني يجري سور la surface de la terre، على سطح الارض، pour remplir les lacs، باش يعمر لينا البحيرات، ولي ريفيير اللي هما الانهار، ولي باغاج اللي هما السدود. اذا هاد المياه ولا التساقطات اللي كطيح جزء منها كيتسرب تحت الارض اللي تيعمر ليا الفرشات المائيه لي ناب فرياتيك، وجزء منها كيمشي عبر الاوديه وكيمشي الانهار وكيمشي للبراجات. وهاد العمليه شنو كتسمى؟ لو غويسيلمون. غويسيلمون هو الجريان ولا كيتسمى ايكولمون. دونك لو غويسيلمون هو الجريان. دونك جزء ديال المياه كيتسرب لتحت ديال الارض، وجزء ديال المياه كيمشي كيجري على سطح البحر، كيمشي يعني الانهار، وكيمشي للبحيرات، وكيمشي للبراجات الى غير ذلك. كي سو ديفيرس يعني التي تتدفق دون لي مير، اللي كتمشي للبحار، اي لو سيكل دو لو سو ريكومونس ا لانفيني. دونك هاد المياه هادي كتمشي يعني الانهار، والانهار فين كتديها كتعاود ترجعها للبحار. دونك سو ديفيرس بمعنى تتدفق دون لي مير في البحار. وها هو عاوتاني عاود رجع عندي الماء. دونك هاد العمليه شنو كنسموها؟ كنسموها سيكل دو لو.
بمعنى تيكون عندي الماء على سطح الارض ديال البحار والمحيطات الى غير ذلك، تيتبخر، وملي تتبخر كيتكاثف كيتحول الى ماء سائل، ويقدر يتحول الى سوليد يعني كيعطينا الثلج، ومن بعد كيعطينا تساقطات، وهاد التساقطات تكون فيها امطار وكتكون فيها ثلوج، وهاد الثلوج كيعاود ينصهر، وجزء من هاد المياه اللي كتساقط كيتسرب تحت الارض كنسميوه لانفيلتراسيون، وجزء منها كيعاود يجري فوق من الارض، هو اللي كيعطينا الانهار وكيعطينا الاوديه، بحال ما كطيح الشتا كيبدا غادي الماء يجري فوق الارض، هذاك شنو كنسميوه لو غويسيلمون. وعاود ثاني كيمشي ثاني للبحار، وكتبقى هاد السيكل دولو كتبقى كتعاود، وهاد العمليه كتمكن يعني الماء من تجديد المصادر ديالو. دونك المراحل ديالو تعقلوا عليه، المرحله الاولى كالتبخر ليفابوراسيون، من بعد كيجي التكاثف المرحله الثانيه، من بعد سوليديفيكاسيون، من بعد لا بريسيبيتاسيون التساقط، من بعد فيزيون انصهار ديال هذاك الثلج اللي كيطيح، من بعد انفيلتراسيون اللي هو التسرب، ومن بعد غويسيلمون. دونك هادو هما المراحل اللي درت لكم بالزرق تحفظوهم سي بون. Maintenant غادي نشوفوا لاكتيفيتي الرابعه، غادي نشوفوا فيها كيلكو دومين ديتيليزاسيون دو لو، يعني بعض مجالات استعمال ديال الماء في الحياه اليوميه. دونك لو اي انديسبونسابل، الماء مهم على في، يعني مهم لا في كوتيديان، يعني ضروري للحياه اليوميه. دونك انديسبونسابل بمعنى ضروري على في كوتيديان، الحياه اليوميه. دونك اوكان اتر فيفون، حتى شي كائن حي نو بو سون باسي، ما يمكن يستغني عليه، لا انسان ولا حيوان ولا نبات. نو ليتيليزون دون ديفيرون دومين، نستعمله في عده مجالات. دونك حنا غادي نقسموا الاستعمالات ديال الماء ثلاثه ديال المجالات، ثلاثه ديال لي دومين. دونك الدومين الاول كنسميوه ايزاج دوميستيك، اللي هو الاستعمالات المنزليه، بوغ بوار يعني باش نشربوا، بوغ كويزيني باش نطبخوا، بوغ سو لافي باش نغسلوا. دونك هنا الاستعمال الاول كنستعملوه في المنزل، يعني كنستعملوه في الطبخ، كنستعملوه مثلا في التنظيف، كنستعملوه مثلا في غسل الاواني، كنستعملوه في سقي النباتات المنزليه، كنستعملوه في المرحاض، نستعملوه في غسل الملابس، نستعملوه مثلا لغسل اليدين، نستعملوه في التصوين الى غير ذلك. الاستعمال الثاني هو دومين اغريكول، هو المجال الفلاحي، المجال الفلاحي. دونك شنو كنديروا بالماء في الفلاحه في لو دومين اغريكول؟ تنديروه نستعملوه في ليغيغاسيون باردون. ليغيغاسيون هو السقي، يعني كنستعملوا الماء في ليغيغاسيون باش كنسقيو النباتات والاشجار الى غير ذلك. كيف ما عندنا هنا كنستعملوا كذلك في لافاج اي ريفرواديسمون دي زاليمون، يعني غسل وتبريد المواد الغذائيه، كنستعملوه في التبريد والغسل ديال المواد الغذائيه، كذلك ابروفمون دي بيتاي، وكذلك تربيه ديال الماشيه. دونك هذا هو الاستعمال ديالو في المجال الفلاحي. كذلك المجال الثالث كنسميوه لو دومين اندستريال، المجال الصناعي سي بون، المجال الصناعي. دونك بحالاش مثلا برودكسيون دو ليليكتريسيتي، انتاج ديال الكهرباء، كنستعملوا في الصناعه الماء باش ننتجوا الكهرباء، محطات ديال توليد الكهرباء. كذلك ريفرواديسمون يعني التبريد ديال لي ماشين، تبريد الالات الصناعيه، تكون بارفوا مثلا في المصانع تيكون عندنا دي ماشين الات صناعيه كبيره بزاف كتسخن، دونك خصنا نبردوها. وكذلك لا فابريكاسيون دي ماتيريو، كذلك تصنيع المواد، كنستعملوا الماء باش نصنعوا واحد المجموعه ديال المواد بحال مثلا البابي الى غير ذلك. دونك هادو هما الاستعمالات ديال الماء الثلاث في الحياه اليوميه، حتى هما خصكم تكونوا حافظين هاد الثلاثه هادو. دونك كما قلت لكم هذيك سيكسيونتيفيك كتلقاو في الاخر ديال الدرس. دونك الا وصلتي معايا للاخر ديال الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وديروا اشتراك وديروا كومونتير، ولا عندك شي سؤال او تساؤل خليه ليا في لي كومونتير. الله يسر الامور.